وأخيرا وصلنا إلى شركة المحالب كورتستان. أنا شاري منهم مكنة للحلب الآلي، وهي دي اللي بستخدمها عندي في المزرعة. تشوف بقى إيه الجديد اللي عندهم. احنا هنا بقى في شركة كورتستان، معانا مهندس عبد الرحمن، مهندس مصري شغال هنا في الشركة في تركيا. ما شاء الله، يعني المصريين منورين كل حتة. طبعا هم عندهم سيستم، حاجات مانيوال حاجات اوتوماتيك. هيورينا دلوقتي بقى بوكس، بيبقى يعني المحلب كله بيبقى عبارة عن بوكس وداخل منه مداخل للحلب، يعني ما عادش في حاجات كتير، لا بقى كله ملموم في بوكس واحد. بس بقى ورينا كده ده البوكس ده بيبقى فيه الريسيفر، الفاكيوم بامب والميلك بامب. تمام، يعني احنا جمعنا كل حاجه هنا، والواشنج يونت السي اي بي واشنج يونت. تمام، البوكس ده بيتحط في غرفه لوحدها مع الكولينج تانك. هنا بيحصل يعني كل اللبن بيتجمع هنا، لما يجي يوصل للريسيفر تشتغل المضخه على طول، يطلع الخرطوم على طول للتانك بالتهويه بتاعته بالتبريد بكله مستقل بذاته بكله. هو بياخد بقى يعني من بياخد من النقط دي بالظبط، من النقط دي ويجمع هنا ويجمع كله هنا. الكولينج تانك نحط فيه اللبن على مظبوط كده. احنا خلصنا الحليب. ده بيقدر يخدم بعد كام بقرة يعني؟ هقول لك على حسب الحجم، بس اقصاها بيبقى 2 في 8. 2 في 8 في 8 بقر كام؟ ولو غنم او معز؟ لا ده بس بقر. بس بقر. في واحد تاني لا الماعز بيبقى ميلكينج بارلور مختلف. تمام كده احنا خلصنا مثلا الحليب. بعد الحليب بتعمل دورة غسيل. هو برضو بس الخرطوم بدل ما نحطه في التانك لان مش هيبرد، بيبقى زي كلوز سيستم. بيتحط في الغسيل، يقوم جاي رايح كانه هيعمل حليب، بس بيبقى ميه بقى، يقوم جاي غاسل ويرجع تاني، بيبقى كلوز سيستم يقعد يحصل. مظبوط. 4 غسلات بروجرام. اول واحده بتبقى ميه عاديه، بعد كده ميه سخنه، بيستخدم اسيد الكلي في دوره الغسيل. تمام. ودي طبعا الحلبات اللي هي دي حلبات دي فرداني، ده بتاع البقر. مظبوط. دي بتحلب بقرتين في تانك واحد. دي حقيقه بيبقى 40 لتر التانك. 40 لتر. دي الغنم. مظبوط. بتحلب 2 هي أنا. بس ده تانك 30 صح؟ ده تانك 30. ثمنها كام تقريبا؟ ثمنها كام؟ لا والله ثمنها لازم اشوفها. تعالوا ورينا بقى. بتحلب بقرة واحدة؟ دي بتحلب بقرة واحدة. مظبوط. دي البولسيتور بتاعها ميكانيكال. في عندنا واحدة جوه البولسيتور بيبقى الكترونيك، بيبقى الافيشن بتاعها اعلى. ده بقى السيستم. ده محلب سمارت سيستم. ده منه بيبقى فوق في مكان الحلب على كل بقرة، بيبقى في انتنة بالتاج بتاعتها اللي على رقبتها. التاج ده؟ مظبوط، التاج ده على رقبتها. ده بيقرا الانفورميشن من الانتنة، وبيبقى فيه عند كل نقطة بيبقى فيه ميلك ميتر الكترونيك برضو. وفوق دي بتبقى شاشات، لان الميلكينج بارلور ده اقل سعه فيه 12، عشان كده هي الديسبلاي الالكترونيك ديسبلاي بتاعتها كبيره. ده اثناء الحلب. على حسب العدد. مظبوط، على حسب العدد. على حسب العدد انت بتعمل. مظبوط. برضو نفس الكونسبت. برضو بعد الحليب بيحصل غسيل بنفس الشكل، كلوز سيستم، نفس كل حاجه، بس هو ده الكتروني، بيحسب اللبن قد ايه اللي عدى كل بقره بالتاج بتاعتها، بيبقى فيه بروفايل على الكمبيوتر، سوفت وير، كل حاجه دي. هل انتوا بتعملوا يعني سوفت وير برضه بيبقى كله عندكم سيستم يعني كامل؟ سوفت وير. شفت محالب السوفت وير بتاعها بيقدر يحدد ويدي نصايح للكميات الحليب، يعني يدي نصايح امتى يجفف. هو الفكره كلها ان السيستم بيشتغل ازاي. هو في اول ما يجي يتركب على البقره بيقعد 40 يوم يعرف البيهيفير بتاع البقره ده، الاكتيفيتي بتاعتها عامله ازاي. بعدين بيقارن، يقول لك مثلا الاكتيفيتي بتاعتها بقى عامل ازاي، اتغير ازاي، في اكتيفيتي زياده، في اكتيفيتي قلت. غير كده مثلا نسبه اللبن زاد قل، الرومينيشن، الهيت ستريس، كل الحاجات دي بتبينها. حتى لو في مثلا انسيمينيشن
برضو بيقول لك اذا كان الانسيمينيشن ده بوزيتيف نيجاتيف، متوقع مثلا في مثلا حاجه حصلت. يعني كل الانفورميشن على البقره هي بالظبط مخاطبه، يعني كانك بتخاطب أيوة. البقره، تقدر مثلا تعرف البقره حالتها عامله ازاي. انا شايف كمان عندك هنا واحده متنقله. دي بنعمل منها 6 و8، بيبقى دي برضو تنفع للحيوانات الصغيره. احنا هنا عندنا سامبل عاملين نص، لا مش نص، 2 مثلا زي دول متوصلين بولسيتر، ده الحيوانات الصغيره، دول الابقار الكترونيك بولسيتر. وبرضو ده نظام كلوز سيستم اهو. شوف هنا بتحط مثلا الميه ده على طول في التانك، ده في تانك اللبن بالظبط اثناء الحلب يحصل، اثناء الحلب في التانك، اثناء الغسيل بتحطه هنا، وعلى طول هنا يكون في ميه يرجع يقعد ينظف. الحجم ده هو اللي بس عندكم ولا ممكن يبقى اطول؟ لا ممكن يبقى اطول. لحد يبقى كام؟ يعني احنا قبل كده عملنا 10 بس ده كان يعني احنا ما بنعملهاش بس 10 ابقار. لكن ده المتعارف عليه يعني. مظبوط. 6 نقط. 6 او 8. البامب قدرتها قد ايه؟ بنعمل يعني على حسب طبعا الحجم، بس عندنا 3300، عندنا 2200، عندنا 1100، على حسب حجم البالور بنشوف قد ايه محتاجين فاكيوم. طيب نشوف كمان هنا، شايف مسائل دي ستانلس ستيل وفي بلاستيك. ايوه مظبوط، بيبقى جواها في اوتوماتيك، اول ما تيجي تنزل نقوم ندخلها ميه على طول يعني. وكله زي بعضه، بس ده ستانلس ستيل، الباقيين بلاستيك. دي دبل 4 لتر 4 لتر، 4 لتر سنجل. دي في منها حجمين، دي ستانلس ستيل من بره جالفانايزد، ده جالفانايزد. في منها 110 و220 لتر. ده برضو بتاعت ميه، بس دي عاده ضد ان الميه تتلج، بالذات بلاد زي روسيا عشان ما تتلجش، ده بيبقى جواها لير فوم عشان تحفظ الحراره. تمام. احنا عندنا الجو في مصر تمام. ده بقى دي مكنه باسترايزيشن، دي 200 لتر دبل لير. دبل لير بتحط هنا يا اما لبن باودر وميه، يا اما بتحط لبن عادي. في 4 بروجرامز الشاشه، بيبقى فيها 4 بروجرامز، واحده لو هي لبن عادي، واحده لو هي لبن باودر. الفرق ما بينهم ايه؟ الموتور ما بيشتغلش على اعلى سرعه لو هو لبن عادي عشان ما يعملش فوم. اللبن باودر بيشتغل على سرعه عاليه مفيش مشاكل. لو باسترايزر بيرفع درجه حراره عاليه، تمام. وبعدين من الجناب هنا بيبقى فيه ميه تخش، الميه البارده، بس ما بيخش بقى جوه التانك، بيخش في اللير اللي هو في النص ده. ايوه. فبحيث ان هو ايه، يبرد، ينزل درجه الحراره بسرعه. بس دي هي نفسها بالظبط، بس ما فيهاش الاوبشن بتاع الباسترايزر. تمام. في منها حجم صغير؟ في منها حجم صغير، دي ال 100 لتر. 100 لتر. نعمل 200 و100. دي ال 100 تتحكم في السرعه، تشغل هيت، تعمل سيت لدرجه الحراره اللي حضرتك عايزها، اوتوماتيك يشتغل التسخين. اول ما توصل درجه الحراره اللي حضرتك عايزها يقفل اوتوماتيك. هنا لو حبيت مثلا تعمل تشغل البامب، بعد كده اوتوماتيك مسلس. ده كولوستروم، اول حلبة لبن بالنسبه للبقره، بيبقى اللبن بتاعها غني جدا، فهم بيحفظوه. هو سرسوب، لبن السرسوب يعني ممكن بنحفظه عشان لو أيوة. في حاجه بالظبط. بالظبط. اولا يعني احنا يعني كويس جدا ان الواحد شايف ما شاء الله مهندسين مصريين ناجحين كده، وفي شركه مهمه زي دي يعني. التوفيق دايما في حياتك. الله يخليك، شكرا.